ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنكمل اللي بدأناه في الفيديو اللي فات. النهارده بقى هنشرح عملي ازاي بقى تطبق كودينج، وازاي تعمل بروجكتات بالكود. تمام. طيب انا اول حاجه كنت بتكلم عنها المره اللي فاتت ازاي اطبع كلمه مثلا. فقلت له مثلا برنت احمد. هو بيعمل لي الكود ده ايه؟ بيطبع لي كلمه. تمام. بيطبع لي كلمه احمد. هنشوف هيطبع لي طبع لي ايه؟ كلمه احمد. طيب انا عايز اطبع كلمة تانية مثلا. عايز اطبع احمد صلاح مثلا. اي كلام. تمام. عايز اطبع الكلام ده. هي برنت ان وظيفتها ان هي بتعمل لي الكلام ده. طيب ممكن نعمل حركة بسيطة. ان انت لو عايز تطبق حاجة جواها، مثلا تقول له 1+2 هتساوي 3. هل هيطبع لي الكلام ده؟ طبع لي الكلام ده ليه؟ لان انا عامل التو كوتس دول اللي جواهم مهما كان بيطبع حتى لو ايه. تمام. طيب يا عم انا عايز اعمل رقمين واخلي البرنامج هو اللي يطبعه. فبعمل ايه؟ بعرف له متغير. ده كده متغير اسمه اكس هيساوي 1، ومتغير تاني اسمه واي هيساوي 2. وبقول له ايه؟ اطبع لي برنت اكس بلس واي. طب هو كده عمل ايه؟ هو مخزن في الاكس 1 ومخزن في الواي 2. هيروح يطبع لي ايه؟ اكس بلس واي. طب احط بقى هنا الدبل كوتس دول؟ لا، ما ينفعش. انا عايزه يطبعهم لي كقيمة، مش عايزه يطبعهم لي ككلمة. يعني هنا كلمة string، لكن هنا هيبقى عبارة عن numerical. هيبقى عبارة عن 1+2 يطبع لي ايه؟ التلاتة. يعني نلغي البرنت ده ونشوف هو هيعمل ايه. مش طبع لي ايه؟ 3. طب لو حطيتهم كده، لو عملت الكلام ده في الاول زي ما عملته في الاول، بص هيطبع لي ايه؟ طبع لي اكس بلس واي. يا عم انا مش عايز اكس بلس واي، انا عايز مجموع بتاع القيم اللي في الاكس والواي. تمام. فما ينفعش اعمل الكلام ده. تمام. فلو انت عايز تطبع كلمة بتتجه للدبل كوتس. طب عايز تطبع قيمة، لا تبقى اكس بلس واي. يا عم انا عايز اطبع اكس على واي. شوف هيعمل لي ايه. قال لك نص. ليه نص؟ 1/2 بنص. طيب لو رحنا للسي بلس بلس وعملنا الكلام ده في السي بلس بلس، هتلاقي ان هو سي اوت تقريبا كان سي اوت مثلا، كان سي اوت اكس بلس واي. تمام. طيب انا لو رحت هنا للسي بلس بلس هيطبع لك ايه؟ هطبع لك زيرو. ليه؟ لان انا في السي بلس بلس ببقى معرفهم كانهم ايه؟ انتجر. فلما يبقوا انتجر، لما اقول له 1/2 الكلام ده هيرجع لي زيرو. ليه؟ لان القيمه اللي راجعه تبقى نص، صح؟ وانا معربه كانتجر، يعني في الكومبايلر بتاعي مش معترف بالكسور. تمام. انت مش بتعرف الاكس والواي بالانتجر، لا. لا، هو بيروح يعني اوتوماتيك كده يشوف القيمة هي نص فيروح طابعها. مش هيروح بقى يشوف هي انتجر ولا قيمة كسر ولا ايه. لا، هو البايثون معمول كده ان هو اوتوماتيك بيعرف القيمة دي انتجر ولا فلوت ولا هي عبارة عن ايه. تمام. طب انا عايز اطبع اكس في واي. تعال نشوف اكس في واي. طبع لي 2. 1 في 2. تمام. تمام. بس كل ده على العمليات الايه؟ الحسابية. طيب انا لو عايز اعمل برنامج يطبع لي رقمين ويطرح لي رقمين ويضرب لي رقمين و... ويعمل شوية عمليات حسابية على الرقمين دول. تمام. فاقول له ايه؟ اقول له برنت اكس بلس واي. تمام. ونكررها مثلا 4 مرات. واقول له هنا اعمل لي عملية الطرح، اعمل لي هنا عملية الضرب، اعمل لي هنا عملية القسم. تعال نشوف هيعمل ايه. بص، طبع لي عملية الجمع، عملية القسمة، عملية الضرب، وعملية ايه؟ الطرح. تمام. وخد بالك من يعني ممكن احط هنا واي ماينس اكس فيطبعها لي بوزيتيف. ليه؟ لانها تبقى عبارة عن 2 - 1. تمام. فيطبع لي ايه؟ بوزيتيف. بس ده كان ده كان فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله كده مع بعض على طول. ولو في أي استفسار اكتبولي في التعليقات على طول.